أرجوك حاول تتعلم لو تعبت شوية التعب اللي عندك ده جسدي ولا نفسي ولا عاطفي. في رحلتك وانت بتتعلم ازاي تتعامل مع نفسك، لما بتعرف الفرق ما بين الثلاث حاجات دي بيكون نقطة تحول كبيرة قوي في حياتك. اديك مثال، انا واحد من الناس لو عندي مشكلة شغلة دماغي كتير، لو خدت قرار ان انا مجرد انام واريح شويه عشان خاطر متخيل ان انا كده بحل مشاكلي، انا كل اللي فيها ان انا اجلتها، وبالعكس انا زودتها عليا كمان، لان مخي هيكون رافض اللي انا بعمله. بمعنى ان انت لو عندك اي تعب ذهني، انت كل اللي بيكون محتاجه تخرج تلعب رياضه، تقابل صحابك، تغير شويه جو، مش اكتر من كده. عكس لو انت جسمك بيكون تعبان شويه، كل اللي فيها ان انت محتاج ترتاح وتنظم يومك، وهتلاقي الدنيا معاك زي الفل. مع الاختلاف، انت لو عندك شويه تعب عاطفي بيكون كل اللي انت محتاجه انك تقعد مع نفسك شويه وترتب حساباتك من اول وجديد تاني. بداية العلاج دايما بيكون هي معرفة السبب، فلو اتعلمت ازاي تعرف كل شكل ارهاق او تعب عندك سببه ايه، تعرف تحله كويس. فباختصار كده، اتعلم ازاي تعرف مشاكلك مظبوط وتحلها صح. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.